أعلن عن قدوم الأمير سلمان بن عبد العزيز في قصر الحكم في العاصمة السعودية الرياض، الذي ارتبط ارتباطا وثيقا بمؤسسي الدولة السعودية الثانية والثالثة. وفي هذا القصر عاش الأمير الصغير طفولته المبكرة في أحضان والديه الملك عبد العزيز والأميرة حصة بنت أحمد السديري. وتشرب في سن مبكرة أخلاقيات العرب وفروسيتهم، ولم يدر بخلد الذين فرحوا بقدومه أنه سيكون بعد عقدين من ولادته أميرا لعاصمة الدولة التي شهدت أحداثا تاريخية مهمة، وأن الأمير الصغير سيقود المدينة إلى آفاق من التطور والتنمية على مدى أكثر من نصف قرن. لما كنا في لجنة تقييم مخطط الرياض، كان ناس كثير يقولون خياليين، هذا غير صحيح، هذا ما يمكن. يعني في ترى تلقوا عندكم في المحاضر موجودة، منها الخطوط الدائرية، طريق الملك فهد مثلا، المطار الملك خالد، وخذ قياس الأكبر. الملك عبد العزيز الله يرحمه خلف فرسان، يترجل فارس ويأتي فارس آخر. الأمير سلمان يشهد له القاصي والداني بقدرات وأعمال تتحدث عن نفسها. فعندما نتحدث عن الأمير سلمان نرى قبل 50 عام عندما تولى أمارة الرياض كيف كانت الرياض، وكيف أصبحت الرياض، وكيف أصبحت أيضا قرى كانت في الرياض أصبحت مدن. كيف كان هذا الرجل العملي الميداني الذي يتابع كل صغيرة وكبيرة للارتقاء بهذا الوطن. تلقى تعليمه المبكر في مدرسة الأمراء بالرياض التي أنشأها الملك عبد العزيز لتعليم أبنائه، حيث درس فيها العلوم الدينية والعلوم الحديثة، وختم القرآن الكريم كاملا في هذه المدرسة. جمع الأمير سلمان في تعليمه بين تلقي العلوم الشرعية على أيدي كبار العلماء والمشايخ، وبين التثقيف الذاتي من خلال القراءة والاطلاع على مختلف جوانب المعرفة، خصوصا ما يتعلق منها بالعلوم الشرعية والتاريخ والسياسة والأدب. الأمير سلمان بن عبد العزيز كان أمير للرياض بالفعل، لكنه كان أيضا قريب من صناعة القرار السعودي، وكان أحد أركان القيادة منذ أن كان أميرا للرياض. الأمير سلمان بن عبد العزيز نعرف جميعا أنه رافق الملك فهد لمدة أكثر من 25 سنة مستشارا ومساعدا وأخا وقريب جدا. كان أقرب الأمراء إلى الملك فهد من إخوانه هو الأمير سلمان الأكثر التصاقا به. وبعدين في عهد الملك خالد أيضا هو الذي رافق الملك خالد في أثناء مرضه، وفي بعض مفاصل المرحلة اللي عاشها الملك خالد. عاصر وعاش جميع المراحل التي مرت بها المملكة العربية السعودية منذ عهد والده إلى الآن. هذه نقطة. النقطة الأخرى أن سلمان بن عبد العزيز شارك في صنع أهم القرارات في السلم وفي الحرب. أهم القرارات التي اتخذت في المملكة العربية السعودية وباسم المملكة العربية السعودية ومن طرف المملكة العربية السعودية سلمان بن عبد العزيز شارك فيها. سيرة سلمان بن عبد العزيز ومسيرة سلمان بن عبد العزيز تدل دلالة واضحة على كفاءة نادرة، فهو يملك الصفات العليا للقيادة الحازمة الناجحة. وأذكر شيء يسير منها. فهو مؤمن ولديه إيمان بالدين الإسلامي العميق، مرتبط بالكتاب والسنة من خلال دعوة الإمامين، دعوة الإمام محمد بن عبد الله رحمة الله عليه والإمام محمد بن سعود رحمة الله عليه، والدعوة التجديدية
سلمان بن عبد العزيز دائما يعني من هنا أو هناك، ولكنه يعود للارتباط بهذه القضية. دخل الحياة السياسية في سن مبكرة، فلم يكن يتجاوز 19 من عمره حين عين أميرا للرياض بالإنابة عام 54. في العام التالي صدر أمر ملكي بتعيينه أميرا لمنطقة الرياض برتبة وزير، وعام 1960 استقال من إمارة منطقة الرياض ليعاد تعيينه في عام 63 بأمر ملكي أميرا لمنطقة الرياض. وفي 5 من نوفمبر عام 2011 عين وزيرا للدفاع. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص. سلمان بن عبد العزيز له صداقات وعلاقات في كل دولة من الدول في العالم، يحظى بالاحترام مع العلاقات والصداقات سواء في بلادهم أو الذين يزورون المملكة العربية السعودية. من يزور منطقة أمارات الرياض لابد وأنه يجد ويشاهد مفكرين وكتاب وصحفيين وإعلاميين وأطباء ومهندسين يأتون لزيارة سلمان بن عبد العزيز. وأذكر أن أحد الاستراتيجيين ذكر لي، وكنت في السفارة في واشنطن في نهاية الثمانينات بداية التسعينات، قال: من يزور السعودية ولم يلتقي بسلمان بن عبد العزيز خسر الكثير. وفي 18 من يونيو عام 2012 عينه الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وليا للعهد ليخلف أخاه الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود بالمنصب. إنني أباشر هذا العمل في ولاية العهد ونيابة الوزراء بعد إخوتي المغفور الأمير سلطان رحمه الله والأمير نايف. أشعر مسؤولية كبيرة لأنهم قدوتي لي، لكن إن شاء الله بتوجيهات وإرشاد سيد خليفة الشيخ الملك عبد الله سنصل إن شاء الله إلى ما يريد في ما يحقق لبلادنا الأمن والاستقرار. أعرفه من سنوات طويلة وزرته في بيته والتقيت به مرارا، وكان له دور مميز أيضا في موضوع فلسطين ولديه خبرة طويلة. فإن شاء الله هذه المملكة غنية برجالها، وإذا ترجل فارس يأتي فارس، وأسأل الله أن يجعل البركة في المملكة وفي شعبها وفي قيادتها. ونحن أهل فلسطين يعني لنا تقدير كبير للمملكة لقيادتها وشعبها وأهل الخير فيها، وهم كثر بخدماتهم ودعمهم لشعبنا وصموده. أن من يقول أن تمسكنا بالتاريخ يلهينا عن تقدمنا في الحاضر، أقول لا وألف لا. بل تاريخنا يلهمنا أن نتقدم، وتاريخنا المشرف يجعلنا ننظر لحاضرنا بواقع يجب أن يكون بتطور وتقدم، يجعلنا نرسم خطوط مستقبلنا لأبنائنا وأحفادنا. ولذلك أنا من يعتقدون أن من لا تاريخ له لا حاضر له، والأمم تعتز التاريخ ولا شك، ونحن أولى الناس بهذا التاريخ الذي كما قلت لكم صدر الحضارة لأنحاء العالم. وهذا كما تعرفون عندما كان بعض أنحاء العالم لا تؤمن بالحضارة ولا بل تطرحها طردا، فكان العرب والمسلمون هم من ثبت هذه الحضارة في أنحاء العالم. إسهامات الأمير سلمان بن عبد العزيز خلال حياته العملية كثيرة ويصعب تحديدها، فسيرة حياته حافلة بالمناصب الرسمية والأعمال والحضور الإنساني محليا ودوليا.
ومنذ عام 56 ترأس عددا من اللجان والهيئات الرئيسة والمحلية لجمع التبرعات لمساعدة المحتاجين والمتضررين من السيول والزلازل والكوارث في العالمين العربي والإسلامي، ودعم قضايا العالم الإسلامي ومناصرة المسلمين في كل مكان. فالأمير سلمان هو رئيس جمعية البر بالرياض التي امتدت يدها لتساعد الفقراء والمحرومين، وأولاها اهتمامه ودعمه المادي والمعنوي، وتابع استثمار مشروعاتها حتى أصبحت جمعية تكاد تعتمد على نفسها ماديا. فلتكن الثقة بيننا جميعا متبادلة، وليرفق قوينا بضعيفنا، وليرفق الإنسان في دعوته، وليكن مثالا للداعية، وليكن مثالا للاستقامة وحسن الخلق، حتى تتأثر به ويدعون. يا أخوان، وأقولها بكل صراحة، نحن في هذه البلاد والحمد لله في نعمة وخير ما دمنا على هذا النهج وسنظل عليه إن شاء الله. وهذه البلاد لا شك أن كما قلت لكم الحمل عليه ثقيل، وكل أنظار فوق المسلمين تتجه إليها، وعندما يقوم من لا يكون الإسلام خيرا ويكون أبسط الأشياء يكبره كبيرا لأنه من هذه البلاد. ولكن بلادكم الحمد لله برعاية الله عز وجل، ثم بتوفيقه، ثم بأبنائها إن شاء الله فيهم الثقة وفيهم إن شاء الله العلم، ستكون دائما على النهج الصحيح، على النهج اللي أرادنا الله عز وجل. وهناك جمعية الأطفال المعاقين التي ولدت وترعرعت بدعمه وتشجيع منه، وكذلك مركز الأمير سلمان الاجتماعي وغيرها من المشروعات الإنسانية التي تخدم مدينة الرياض وما حولها. أرجو من الله عز وجل أن يوفقهم على جهودهم الطيبة، والحمد لله التعاون موجود بين جميع الأجهزة. ولا شك المدينة في حجم الرياض تريد مجهود كبير وتطورات حالية ممتازة الحمد لله كما رأيت، وتطور دائما مستمر والتعاون مستمر. أما المشروعات والمساعدات الإنسانية التي تبناها أو أشرف عليها الأمير سلمان بن عبد العزيز لتقديم العون لمن هم بحاجة إليها في خارج المملكة فأكثر من أن تحصى. ففي أيام نكبة العام 67 في مصر رأس لجنة التبرع لمنكوبي السويس، كما ترأس اللجنة الرئيسة لجمع التبرعات للجزائر، وترأس اللجنة الشعبية لمساعدة شهداء فلسطين، ورأس اللجنة الشعبية لإغاثة منكوبي باكستان في أعقاب الحرب بين الهند وباكستان. وفي هذا العام ترأس اللجنة الشعبية لدعم المجهود الحربي في مصر وسوريا في أعقاب اندلاع حرب رمضان عام 73 بين العرب وإسرائيل. في عهد الملك عبد الله طبعا الذي جاء طبعا بعد الملك فهد، كان أيضا الأمير سلمان توكل إليه ملفات مهمة في منطقة الخليج وفي مناطق أخرى من العالم. الزيارات التي كان يقوم فيها الأمير سلمان بدعوة من الدول العربية أو غير العربية من دول العالم، كان دائما يحمل معه ملفات المملكة العربية السعودية بتفويض من الملك عبد الله خادم الحرمين الشريفين، لكي يعني ينقل فيها وجهة نظر المملكة وتحليل المنطقة لبعض المواقف المهمة والحساسة على مستوى العالم. ولم تنسى الأمير سلمان البوسنة والهرسك، فحصل الأمير على وسامها الذهبي لدعمه وجهوده في تحرير البوسنة والهرسك، وقام بتقليده الوسام الرئيس البوسني علي عزت بيغوفيتش في الرياض عام 97. والحمد لله الذي جعلني أرى في هذا المبارك هذه البلاد، وأقول إن أخوانكم في المملكة العربية السعودية وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد لا يريدون جزاء ولا شكورا إلا من الله عز وجل، إنما قاموا به هو ما يمليه عليهم دينهم وعقيدتهم الإسلامية السمحة. أعتقد أننا ودعنا اليوم الحجر الأساسي للعلاقات الأخوية ما بين المملكة العربية السعودية
وبوسنا والهرسك. نحن نشكر المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا. وفي عام 98 حصل على وسام نجمة القدس، وفي عام 2010 منح شهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الملية الإسلامية في دلهي تقديرا لجهوده الإنسانية والخيرية. إن اهتمامنا بالرعاية الصحية لا يتوقف عند تحسين مستوياتها وتوفيرها فقط، بل تتعداه إلى هو أبعد من ذلك. فاهتمامنا يتواكب دائما مع المتغيرات العالمية الجديدة. أوسمة عدة وتقدير لمجهود حقيقي بذله الأمير سلمان في أطراف الدنيا، وراقب العالم خطوه وما وحده مع المنصب من خبرات دولية وإقليمية ومحلية مضت بالمملكة العربية السعودية في عباب الاضطراب السائد في المنطقة في أمن وأمان.